السلام عليكم، هلا وهلا وقلبي، شلونكم شخباركم؟ فيديو اليوم لا هو روتين ولا هو مشتريات، ولكن فيديو اليوم عناية العروس قبل الزواج بشهر. إذا أنت عروس وزواج تحدد إنه بعد شهر تستمرين بهاي العناية كلش راح تفيدك. أنا مثل ما تعرفون كلكم إنه زواجي بشهر الثاني، فهسه أنا من شهر الواحد بداية الواحد لحد الآن مستمرة بهاي العناية. صراحة أنا كلش كسلانة ويعني شلون أقولكم إنه دوم أغلس، إنه مو الشي اللي أجيبه مو دوم أستخدمه. مثلا أشتري المرطب أخلي منه أول أيام الدور أتركه، نوب أرجع فترة أخلي نوب أتركه وهيجي. بس هسه ما دام إنه صارت السالفة صدق وبدأت يعني زواجي عن قريب، لا لازم أبدي بالروتينات. طبعا بنوتات ما عليكم بيا، أنا إنسانة عجوزية، يوم أسوي عشان أترك. لازم انتو تلتزمون التزام زين، ما عليكم بيا والله أنا كسانة. هنا أنا شنو هذا الغسول والله دائما أغسل بيه وجهي، لأن أنا مستحيل أغسل وجهي بصابون. أما غسول أما صابونة ترقي إذا كانت عندي حبوب. شغلة ثانية المرطبات، أما أرطب مرطب الجر اللي هو هذا على شكل كبسولة يعني يجي مرطب. هنا زينب شاركت ما عليكم بيها. أو هاي القناعات، القناع مو يومية، كل 3 أيام أخلي مرة، كل 3 أيام أخلي مرة هيج. الشغلة الثانية اللي مستمرة عليها صار لي فترة، كلكم تعرفون هذا ماسك النشا والحليب والمي الورد، نزلت لكم بالفيديو مال المراهقات والطريقة. الشغلة الثانية إن تشربون مي هواي، بنات تشربوا مي هواي، المي كلش يفيد الجسم ويعطي نضارة تجنن. وأكلوا فواكه وأكلوا خضروات ويعني مثل السلطة وغيرها. الشغلة الثالثة هي ترطيب الجسم. أنا هذا المرطب يجنن، ترطيبه كلش قوي للجسم وريحته تجنن، بالكاكاو والفازلين مرطب يجنن بنات. أنا أستخدمه كل جسمي، يعني يدياتي رجلياتي كل جسمي. الشغلة الأخيرة اللي هي بنات هذا الماسك مال الرجلين اللي سويته لكم في عناية القدم. أنا أقول رجليني، وتخلون من يمه بالنهار الصبح من تقعدون وتلبسون هذول الحفايات وين ما كان سعرهم 1000، وتبقون بيهن من نهار الليل تنزعوهن وتغسلون رجليكم وتنامون، حطولهم مرطب أو ناموا مرطب أي نوعية عندكم بنات اللي انتو تستخدموها. الشغلة الثالثة اللي أسويها والثالثة للرابعة هاي، المهم التمة البنات منو تعرف إنه الماسك مال التمة إيش قد زين للشعر وللوجه. أنا يوميا أنقع لي شوية تمن يعني أنقعه مثلا في 4 أو 5 ساعات، هذا القطنة أدهن وجهي كله أو أخلي الشعر. بنات هذا اللي قلته لكم واللي جاي أحكيه والله العظيم أحسن من إبرة النظارة، أو أحسن من الخلطات تدمر الوجه. تجيبين خلطة وتخلين وجهك والله ها أنا عروس وردة أبيض وجهي. وأحسن من سالفة المراكز وهيج، شغلات طبيعية ومن البيت وسهلة كنا نقدر نسويها وبيها نتيجة وبيها فائدة. أنا دائما أستخدمهم. بس أرجع أقولكم أنا كسلانة ما أستمر بهذا الشي، إنه بصراحة مثلا هسه أنا راح أسوي يمكن ورا عرسي أترك، اخذ لي فترة ارجع اسوي، يعني انا ما استمر بهذا الشي. وكثروا بشرب الماي بنات. طبعا انا كلش هواي اشرب مي، المي زين زين للجسم من الخارج وزين للجسم من الداخل. المي تجيبون بطل مي ترسونه مي عادي من الدبة، تخلون بيه 2 هيلات وشوية مي وارد، يعني هيك مقدار نص استكان، وتخلطونه وتشربونه يجنن، يعطر الجسم من الداخل وزين. ويعني والله العظيم أحسن ما ترحين انت قبل أسبوع أو أسبوعين تطلبين إبرة نظارة بسعر غالي، وماكو شهر شهرين ترجع البشرة تعبانة مثل ما كانت. لا استمروا بهذني اللي قلت لكم بيهن شغلات بسيطة وأنا مجربتهن. أنا مستحيل أجيب لكم شي إذا ما أكون أنا مجربته ومستخدمته. مي التمن منو ما تعرف مي التمن ايش قد مفيد للجسم. الفواكه والخضروات منو يعني فائدتهن تجنن. وهاي الماسكات كلش طبيعية وكلش زينة. الكم بالترطيب بنات، تردون جسمكم يبقى أبيض وينمع، الكم بالترطيب. رطبوا رطبوا رطبوا. تيجي وحدة تسألني شنو نوعية مرطب استخدمها؟ أي مرطب زين بنات، أي مرطب عندي الزين ويكون ترطيبه عالي، إذا خاصة كانت بشرتي جافة استخدموه. هاي العناية الشهرية قبل الزواج، وإن شاء الله عن قريب أنزل لكم العناية الأسبوعية قبل الزواج. أكو عناية قبل الزواج بأسبوع راح أسويها أني، واللي ما عندها هذا الشي تروح عادي تسويها مراكز التجميل. بس أنا أسويها من البيت لأن أنا عندي خبرة بهذا المجال وأعرف شنو الزين وشنو يفيدني وأعرف شلون أشتغل، أحسن ما أروح أذبا للمراكز والصالونات فلوس هيجي بالمي. أكتفي باللي عنده وأسوي.
يعني قبل العرس بأسبوع انتظروني راح أنزلكم فيديو عناية يوم الزواج أو ليلة الزفاف قبل أسبوع، وأتمنى الفيديو عجبكم وكان الفيديو قصير بس حبيت أفيدكم بيه. أنا أقدر أسوي هذا الشي وأكتفي بيه لنفسي، بس لا، عندي متابعات وعندي هواي بنوتات مخطوبين ويستاهلون الخير، وحبيت أفيدكم بشغلة بسيطة. هنا وصلت نهاية الفيديو ومع السلامة.